السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غادي نديرو هاد لا بغيوش. هادي كتجي غزاله، سي اون بغيوش بالكريمه ديال الفرماج، كتجي حلوه وشويه ديال ملوحه الفرماج فيها ولا سيديتي ديال الفرامبواج. كتجي زوينه بزاف. بالنسبه لا وسط راه ساهله مهله وكيف العاده ناجحه. انتم كيف كتشوفوا كتجي مهويه بزاف وزوينه وسهله في لي زيتاب ديالها. بالنسبه للمقادير ديال العجينه فعندنا هنا 300 غرام ديال الطحين، عندنا البيضه، عندنا سنيده، الزبده 61 غرام، الحليب 110 حتى 120 غرام والخميره ديال العجينه. المقادير كاملين غادي نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف باش تلقاوهم. اول حاجه كنديروا كنخلطوا الخميره مع الحليب باش كتذوب. نخلطوا الخميره هنا مع الحليب، نحيدوا واحد المليحه شويه المليحه ونديروا شويه السكر مع الخميره باش كتفاعل. فوالا غادي نحركوها مزيان باش تذوب لينا الخميره. صافي نخليوها على جنب. غادي نحركو هنا عندنا السنيده، غادي نديروها هنا وغادي نعجن انا العجينه ديالي ديال لابغيوش غنعجنها في الترموميكس. بالنسبه للبنات يقدروا يعجنوها بيدهم اولا في العجانه ماشي مشكل. كنزيدوا البيضه وكنخلطوا واحد 5 دقائق 5 ثواني على سرعه 6. صافي هكا كنزيدوا الحليب وكنعجنوا. بالنسبه للعجينه كيف قلت لكم البنات كل واحد يعجن بالطريقه اللي كيبغي. هنا كندير 2 ديال الدقائق اولا 2 مينوت بالعجانه فونكسيون بيتر حتى كتعجن مزيان. عاد كنزيدوا الزبده، كتحصلوا على العجينه بحال هكا ديال لابغيوش كتكون شويه معجونه، يعني كتبغي لابغيوش كتبغي دليك. كنزيدوا الزبده الزبده كتكون بحراره ديال المطبخ وكنعاودوا ندلكوها 2 مينوت وحدين اخرين باش كنتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون ثقيله ماشي ثقيله، كتكون فورت، كتكون شاده راسها و او ميم طون كتجي الاستيك. بالنسبه للعجين اللي كنتحصلوا عليها كتكون بحال هكا في هذا القوام. شتي كيفاش كتكون الاستيك ولكن شاده في راسها، يعني ما كان. هنا تندوروا العجينه ديالنا بحال هكا وتتجي رائعه هاد العجينه البنات. صافي كنغطيو عليها وكنخليوها تخمر 45 دقيقه. من بعد غندوزو للعماره ديالها. هنا بالنسبه للابغيوش مورا ما كدوز 45 دقيقه فهي كتولي بحال هكا، يعني كتنفخ بزاف. كنديكازيوها شي شويه كيف كتشوفوا. شفتوا هاد البويويقات هادو كيدل على ان لابغيوش ناجحه. هنا كنديكازيوها شي شويه بحال هكا. هنا راه نقدروا نخدموا بها بحال هكا ماشي مشكل، ولكن باش تكون عندكم واحد النتيجه احسن فغادي نديكازيوها كيف شفتوا. وغادي نغطيها وغادي نخليها واحد ساعه حتى لساعه ونص في الثلاجه، وحتى لا باتت كاع ماشي مشكل. وعاد باش غادي نخدم الكويرات ديالنا. بالنسبه للكريمه اللي غنحتاجو مع لابغيوش عندنا هنا واحد 200 غرام ديال الفرomاج طارتيني، اي نوع كتبغيو اللي عندكم في الدار، جبلي، كيري، فيلادلفيا، اي نوع. وعندنا شويه ديال لي فرامبواز كونجلي، ضروري يكونوا كونجلي. عندنا لا كريم فريش كويسون، هذه اللي كنحتاجو للطياب باش غنطلقوا شويه الفرomاج ديالنا. عندنا الزا ديال سميتو فاني. بغيتو ما ديروش الفاني هنا تقدروا ديروا هذا القشور ديال الحامض ولا القشور ديال الليمون اللي بغيتو نتوما. بالنسبه لا كونتيتي ديال لا كريم فريش
ماشي بزاف، عندنا واحد 40 غرام حتى ل 50 غرام مع 200 غرام ديال الكريمه. صافي غادي نطلق هاد الكريمه مزيان بحال هكا. غادي نحاول نستعمل انا هاد لوفوي هذا باش يطلق مزيان. صافي وغادي نبقى نزيد شويه هكا بشويه بشويه الكريم ونطلق لا كريم ديالي اولا لا فارس ديالي ديال الجبن. صافي ما نفوتوش 40 غرام ديال الكريمه، سينو غتجينا جاريه. فوالا غنبقاو بشويه بشويه حتى تخلط لينا مزيان هكا. صافي ونردوها تبرد شويه في الثلاجه بيد ما وجدنا لي بول ديال لابريوش. هنايا مور ما ارتاحت لابريوش لاباطا بريوش في الثلاجه، انا ريحتها غير ساعه المكانه. مي الا عندكم الوقت غير خليوها ترتاح. قد ما ارتاحت مزيانه بالنسبه ليا. هنا درت هذيك لاباط اللي عطيتكم اولا لي زانغريديون اللي غادي نكتب لكم كيعطوني 9 ديال القطع ديال 80 غرام بحال هكا. هنا غادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق باش يسهل عليا نطلقها ونقادها. المهم غادي نخليها 10 دقائق هنايا ترتاح. هنا مور ما كترتاح 10 دقائق فكنقبضها كنطلقها شويه بالمدلك باش ما كتجينيش خشينه العجينه، وكنعاون راسي بالدقيق. اما الا باتت اولا الا ارتاحت مزيان في الثلاجه فما كتحتاجوش الدقيق بصفه نهائيه. هنا كنطلقها بالدلاك باش ما كتجينيش العجينه اكثر من لافارس، وفي العضه كتجي لافريوش ديالنا كتجي باتو وكتجي العضه ديالها غليظه وخشينه. خاص لافارس تكون حتى هي باينه. بالنسبه لهاد الكاس فكندوزو شويه في الدقيق وكندير به ديك الحفيره اللي كتجي في الوسط ديال لي بريوش. هذيك الحفيره نحاولوا يكون القاع ديال الكاس اولا ديال الفيرين باش غنخدموا يكون عريض باش تعطينا ليسباس فين غنحطوا لا كونتيتي ديال الجبن اللي غتكفينا لابريوش كامله. هاد لابريوش هادي كتجي سهله بارابور لي زوطخ بريوش لحقاش كتجي مانيابل والتعامل معها سهل، ما كتلصق ما حتى شي حاجه. بالنسبه للجبن انا درته في لابوشادوي باش كتجيني الطريقه ديالو في التعمار سهله. الا بغيتو تعمرو ديريكتومون بالمعلقه عمرو، مي انا كنفضل دائما نخدم بلابوش باش ما كنوسخوش الجناب ديال لابريوش وتحرق لينا لافارس في الفران. فكنكملوا بحال هكا. كنحطوا لي فرامبواز ديالنا في قلب لي بريوش فوق الجبن، وكنطربوا واحد البيضه كامله مع نتيفه ديال المليحه باش كتعطيني لا بريونس، وكندهن بها الجناب ديال لابريوش. الجناب ديال لابريوش بغيتنا نخليوهم مدهونين غير بالبيضه نخليوهم. الا بغينا نديروا ليهم لي زاموند ايفيلي بحال اللي درت ليهم انايا فكنديروا سوا لي زاموند ايفيلي اولا لي زاموند كونكاسي، كلهم تيجيو زوينين. هنا في هاد الوقيته اللي كنكون كندير لي زاموند ايفيلي كندير الفران ديالي كيسخن لحقاش ما كتحتاجش هنا لابريوش تزيد تخمر، فقط يعني لو طون اللي كنفيني انا الدهين ونحط لي زاموند ايفيلي يكون الفران سخن على 180 درجه فكندير لي بريوش ديالي كيطيبوا. صافي كنستمر بحال هكا. من بعد واحد 15 دقيقه كنتحصلوا على هاد التحميره هادي ديال لي بريوش. فهادي راها باقا عندي في قلب الفران. منين توصل لهاد نيفو هذا ديال الطياب صافي حيدوها بركه عليها. كنديروها فوق شي حاجه اللي كتكون مهويه من التحت باش ما تعرقش وتعجن لينا من التحت ديالها. كتشوفوا التحميره شحال زوينه. كنكملوا لي بريوش ديالنا كنزولوهم. بالنسبه ليا انا شديت النص ديال لي بريوش درت فوق منه سكر كلاصي والنص الاخر خليته ناتور. الا بغيتو ما ديروش سكر كلاصي ما ديروش، تقدروا ديروا باغ اكزومبل غير الناباج مع الجناب ولا العسل اولا لا كونفيتور
انا فقط بغيت نغير شويه المنظر باش تجي زوينه في الحطه وصافي. هنا كنكونوا سالينا ان شاء الله لا غوسيت ديال اليوم ديال لي بريوش. وهادو سي دي دانيش، الصراحه هادو سي دي بريوش دانيش معروفين في الدنمارك والنرويج، معروفين بهاد لي بريوش دانيش بالفرomاج. الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الوصفات لايكيو ليا لا فيديو وشجعوني باش حتى انا نقدر نزيد نعطي. انا ما تنطلبش منكم تلايكيو دائما لي فيديو تبارطاجيو، مي هاد المره غادي نطلبوا منكم لحقاش صراحه القناه باقي يعني ما واخداش حقها. فانا معوله على سيدي ربي ومعوله عليكم تشجعوني وتلايكيو. وبصحه والراحه ان شاء الله نحاولوا نديروا وصفات زوينين اخرين وناجحين وما منتشرينش، يعني وصفات اللي يكونوا جدادين. ما نديروش غير لا روتين، يعني دائما نفس الحاجه، لا مونوتوني في لي غوسيت، ونفس الحاجه اللي كندير انا كدير واحده اخرى كدير واحده اخرى. انا كنبغي ندير لكم وصفات زوينين واخا غير مره، ولكن المهم شي حاجه جديده اللي كتفيدكم وكتحمر لكم الوجه مع وليداتكم ولا مع ضيافكم. بصحتكم وراحتكم ونهاركم مبروك.